سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كانديدي إيوا، مرشحكم أنتم. الليلة نحن في أربيل، عاصمة كردستان، أربيل الحضارة وأربيل المستقبل، المدينة الجميلة المزدهرة، عاصمة كردستان. وضيفي لهذه الحلقة هو السيد خلف نجم اللهيبي، مرشح رقم 26 في محافظة نينوى على قائمة 275 لحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك استاذنا الغالي. شلون المعنويات؟ يا رب لك الحمد والشكر، الحمد لله ان شاء الله عاليه. إن شاء الله. السؤال الأول، لماذا اخترت حزب الديمقراطي الكردستاني لترشح نفسك فيه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحزب الصلاة والسلام. الديمقراطي الكردستاني حزب تاريخ عريق، ذو عمق سياسي واسع وواضح، ولانه يلبي طموح الجماهير يشرفني ان ارشح تحت ظله وظل قيادته الحكيمه بقياده فخامه الرئيس مسعود بارزاني. الشعار مال حزب الديمقراطي الكردستاني برأيك ممكن تطبيقه بالوضع الحالي اللي تنشوفه السياسيين شلون دا يفكرون ببغداد؟ هاي الشعار يعني ممكن تنسجم؟ اذا تطبق شعارنا التوافق، الشراكه، التوازن، فليس هناك أي مشكلة. فشعارنا ينهي جميع الخلافات والمشاكل. شعارنا مبدأ للتقدم والانطلاق إلى الأمام دون خلافات ودون مشاكل. زين، الشراكة ليش ما يشاركونا؟ يعني السبب من نراه بس الشراكة يعني تكون شكلي. آه الإعلام واحد والتنفيذ على أرض الواقع واحد. من نراه أفضل مني لا أستطيع أن أشاركه. مم. يعني هم دا يشوفون احنا انتو ازدهار. هنا هم ويانا مجموعة من السادة الأفاضل اللي حاضرين ويانا. أهلا وسهلا بكم. أعتقد راح يكون لهم أسئلة. مرحبا بكم بهم. زين، احكي لنا شوي عن برامجك الانتخابي. إن شاء الله من تفوز إيش راح تسوي لنا؟ حبيبي الغالي، أنا المرشح خلف نجم أحمد، مرشح عن قضاء مخمور وناحية القوير وناحية القراش وناحية ديبقة، ومرشح عن جميع محافظة نينوى. طموحي الأول هو أولا رفع الظلم والحيف عن أهلي وناسي، وخاصة طبقة الفلاحين والشباب. فطبقة قضاء مخمور يعاني معاناة من نقص في الخدمات واسع وشاسع صراحة. إذا وفقني الله وفزت سوف أكون سندا لأهلي وناسي. إن شاء الله إن شاء الله. زين، هاي الإعمار اللي دا تشوفها حضرتك بأربيل، بدهوق، بسليمانية، بحلبشة، يعني ليش ما يصير هاي الخدمات تصير هم بمخمور؟ شوارع، مستشفيات، مدارس، ليش ما يصير؟ عندما تكون عدالة في توزيع الحقوق على الجميع بالتساوي سوف يكون الازدهار متساويا على الجميع. فكردستان لديها حكومة عظيمة، هذه الحكومة تسعى في خدمة ناسها وأهلها وشعبها، وقدمت أربيل إلى مصاف الدول المتقدمة. هاي الفرق. احنا نقول مثلا ميزانية العراق، ميزانية الدولة الفيدرالية هائلة مقارنة بميزانية إقليم كردستان اللي يعني اللي كان مفروض 17%، واللي كان هم دا يقولون هو 12%، واللي يوصل المبلغ الأصلي هو تقريبا 5%، إذا يطلع 5%، وأقل من 5% مرات. بس تشوف بهاي الميزانية القليلة حكومة إقليم كردستان ايش قاعد دا يسوي بهاي المدن الكردستانية؟ تشوف الإعمار، تشوف التقدم، تشوف الأمن. برأيك حزبك يقدر ينقل هاي التجربة لجميع المحافظات؟ إذا حزبي استلم السلطة سوف يقلب العراق رأسا على عقب في التقدم والازدهار حتى نكون أفضل دول الخليج. زين، يعني ممكن واحد مثلا من حزب الديمقراطي الكردستاني مثلا بموصل يقدر يخدم
مثل ما يقدر يخدم بأربيل؟ إذا أتاحت له الحرية والديمقراطية كما أتيحت له في أربيل، يستطيع الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يعمل أفضل. فالتلميذ لابد أن يكون مميزا كمعلمه، ونحن معلمنا كاك مسعود. زين، خلينا نشوف إذا الجماعة عندهم أسئلة. منو من الأساتذة؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. استاذ، هسه احنا عندنا مثل مخمور، ليش ما يصير مثل اربيل، مثل دهوك، مثل سليمانيه، مثل خدمات ما بيها؟ اي خدمات ما بيها، مستشفى ماكو، شوارع ماكو، يعني كثير عندنا حاجات، يعني نقص كثير من الحاجات عندنا نقص، يعني كثير. أستاذ خلف، سمعت السؤال. سمعت السؤال. معاناة مخمور والقراش والقوير وديبقة، معاناة في القطاع الصحي صراحة، يعني الخدمات فيها ضئيلة جدا. الكوادر موجودة ولكن ليس هناك مستشفى، ليس هناك يعني مستشفيات ماكو ماكو مستشفيات أبدا. أبدا. وأنا الآن مواطن حالي حال الأخ عندما سألني عن الخدمات. زين، إذا مواطن مخمور لا سمح الله مرض، صار شيء حادثة، وين يروح؟ يذهب إلى ناحية القيارة، نحن قضاء ونذهب إلى ناحية خارج حدود قضاء مخمور، لا حول ولا إلى قوة. 35 إلى 40 كيلومتر. يذهبون المرضى يراجعون، عندما توجد عندهم حالات طارئة. الحالة الطارئة تذهب إلى القيارة في الثنتين بالليل بالوحدة بالليل. من بعد انتهاء الدوام المركز الصحي، عندنا مركز صحي فقط في مخمور والقراش. القراش معدومة أصلا، والقوير مخمور مركز صحي فقط. ينتهي الدوام، ينتهي كل شيء معاه، زين، يتوقف العمل. هاي المراكز الصحية بمثلا أجهزة، بدكاترة، بصيدلية مثلا؟ صراحة بمواد متواضعة جدا، بجهاز ضغط، بجهاز سكري، ببراستول، بكبسول التهابات، بشراب التهابات. وهذا المواد البسيطة الموجودة فقط في المستشفيات، في المركز الصحي وليس المستشفى. زين، منو بعد عنده سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي للمرشح الشيخ أبو زياد. احنا بالنسبة لنا قاطع مخمور وقراش وديبقة وقوير، طبعا الخدمات عندنا تقريبا معدومة الصراحة. أبسط مقومات الحياة ما موجودة، اللي هي مستوصف. عندنا آلاف الخريجي من الشباب عاطلين بدون تعيينات. الشوارع تعبانة، الكهرباء يعني تعبانة جدا، المي يعني وسط. وبالإضافة إلى هذا يعني فلاحين قضاء مخمور وقراش وديبقة وقوير، يعني يصرف على نفسه البذور، الكيماوي، الكهرباء، الغاز، كل هذه، وبالآخر يجي ماكو خطة زراعية. هذا سؤالي للشيخ أبو زياد. زين، محاصيل عندهم؟ موجودة محاصيل، والمحصول ضال على قلب الفلاح، يعني مثل ما يقول، لأن ماكو خطة زراعية، وكل هاي مستهدفة يعني بس هاي المناطق من دون كل العراق. لين متنازع عليها الصراحة، لين ما عندنا ممثل يمثلنا بالبرلمان. كل الممثلين اللي يجون علينا من خارج المناطق كل 4 سنوات يجي 5 دقائق ياخذ الاصوات يروح يشتغل بمناطقه. فاحنا نعاني من ما عندنا ممثل بالبرلمان. فان شاء الله نتمنى التوفيق للشيخ ابو زياد، هو خير ممثل لابناء المنطقه، انسان معروف ومواقفه الطيبه. شكرا لكم. هاي سؤال كلش جيد. عن منطقتكم الناس يعتمد على الزراعة والري، يعني ايش راح تسوي لهم؟ أستاذنا الغالي، صراحة احنا عندنا المشكلة الكبيرة هي مشكلة الفلاحين، يعانون معاناة غير طبيعية صراحة. اللي علينا هنا هو أسعار الكهرباء مبالغ بها جدا، يعني يضرب الوحدة في 60 أو لو في 40 لو في 60 يضربها، يعني على الفلاح. حسبوه البير هاي تجاري، المولدة لا تجاري، الكهرباء الوطنية كهرباء الوطنية تجاري، يضرب الوحدة في 60 وحدة. حسبوه شلون الصناعي نفس الصناعي. أما الأمر الثاني، هاي الزراعة، هاي هذا خبز العراق هذا، والله محارب عجيب. الفلاح. أما مع الدعم معدوم صراحة. المواد الكيميائية يشتريها من الأسواق السوداء، المشتقات النفطية يشتريها من الأسواق السوداء،
واما ناحيه القراش كهربائهم قليله جدا. وهناك اتوقع صدرت اوامر على الابار الارتوازيه. الماده 140 يعانون صراحه من العقود، ما عندهم عقود زراعيه، مهم. منطقه متنازع عليها. صحيح. الفلاح صاير بين المطرقه والسندان. يعني الموسم المضى الفلاحين انظلموا كثير صراحه، اهل مخمور والقراش والقوير وديبقه، ظلم مو طبيعي هاي وقع. بكركوك هم نفس الشيء، الفلاحين دا يعانون من استاذ يعني. استاذ العزيز، لا كركوك سوقوا مخمور الخطه الزراعيه الصفر، يعني الدوله ما تستلم من الفلاح. الفلاح مديون مال مال حراثه، ومال حاصده، ومال كيمياوي، ومال حفر الابار، ومال هذا شراء البواري والمرشات، هذه كلهم زين على الحاصل. زين ويجي شيخ خلف، يتسوق على. هذا شو وقت يعني شلون يقدر يزرع يحصد يبيع؟ ما حد يشتري، لا حول ما ولا حد يشتري. يعني الدولة كانت مسعرة ب 58، مخمور الخطة الزراعية صفر. الفلاح انصدم. القائم مقام السيد رزقار مشكورا صراحة بادر إلى المحافظة، واتوقع المحافظة خاطبت الوزارة ببغداد، انطونا يعني حسبة ضئيلة جدا. يعني عندك 150 دونم يستلمون منك 15 طن 16 طن. يعني هو الفلاح ظل يمكن عنده بالبيت 50 60 طن ما والله تسوقت، خطية، والله او خطية. بيش باعها. يعني باع اتوقع ب 350 ب 400 350 ب 400 الف الطن، وسعره عند الدوله ب 850 سعره الدوله. فهذا اذى الفلاحين واتعبهم صراحه، انهكهم. الفلاح يعني باني امال على التسويق، وياتي للتسويق فاذ به ليس هناك خطه زراعيه وما حد يستلم منه. فهذه الطامه الكبرى، لان صراحه ضغوطات سياسيه خارجيه تسعى إلى وضع فجوة بين الحكومة أو حكومة الإقليم والمزارعين أو المواطنين الفلاحين، لتكون هناك فجوة، والضحية كان هو الفلاح المسكين. زين هذا الفلاح شلون يعيش؟ شلون يوكل ابناء يعني ولده؟ شلون شلون احنا احنا باقليم كردستان قبل كم سنة هم كان ما يعني بصعوبة تنباع المحصول، تمام. بس هسه ما شاء الله يعني محاصيل مزارعين اقليم كردستان راح تصدر لدول الخليج واوروبا هم. احنا ليش احنا هسه نشكي مشاكلنا؟ لأن نريد من الحكومة المركزية جعل أولوية للمادة 140، مادة يعني مفروضة علينا فرض، حكمنا القدر. يعني صراحة إن كنا منطقة متنازع عليه بين الحكومة والإقليم، ونريدهم يعني يخلون حصة للمادة 140. يعني مخلينا ماكو شلون يعني احتياط، يحتاج ياخذ منك، ما يحتاج أنت مظلوم، ما زين احتاجك. شيخ خلف، هاي على طريق مادة 140، يعني شو وقت تنحل هاي المادة؟ يعني يرجع الحق لأصحابه. أستاذ العزيز، مادة 140 سهلة لو كان هناك حكماء، ولكن هناك تضارب مصالح بين الأحزاب جعلت مادة 140 صعبة. يعني هاي المواد الدستورية مثلا م- قانون النفط والغاز، المناطق الكردستانية المتنازع عليها، يعني ليش ما نقدر نقعد ويا بعض العرب والكرد سنة شيعة نحل هاي المشاكل بيناتنا؟ أستاذنا العزيز، احنا مواطنين نتمنى ذلك، نتمنى على الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية أو الحكومة الفيدرالية أن تكون واعية وأكبر، وتكون حاضنة لجميع أبناء المجتمع العراقي، وتطبيق الدستور. نحن نريد أكثر من تطبيق الدستور. عندما يطبق الدستور تحل جميع المشاكل، وليس يعني هناك معضلة أصلا. نحن لا نطالب بأكثر من حقوقنا في الإقليم، وهي تطبيق مواد الدستور كما وردت. مين بعد عنده؟ سؤالي للشيخ أبو زياد. اوكي. هناك ظاهرة، يعني احنا كمناطق مخمور وقراها، هناك الآلاف بل المئات يعني من الشباب الخريجين. يعني هذا الطالب يعني أفنى عمره بالدراسة وتعب، ويلا وصل لهذا المرحلة، وبالآخر يعني يشتغلون عمالة، يشتغلون بالمطاعم، ماكو تعيينات الصراحة. يعني التعيينات تجي أغلبها بس للواسطات وللعرف. أما ذولا الناس الفقراء اللي ما عنده أحد يطالب بحقه، يعني
تخلي شهادته معلقها ويشتغل عامل. يعني كحصة مثلا، نعم. كحصة شباب منطقتكم شلون يقدرون؟ الشغل ماكو، مكان يشتغلون به ماكو، تعيينات ماكو، الشباب مكان مال تسلية ماكو، شو يسوون؟ هو إذا ما عنده فلوس وين يروح على التسلية؟ ما صحيح؟ هذا المشكلة أتوقع مشكلة عامة العراق، مسألة البطالة، مسألة الخريجين وتراكم الأعداد يوم بعد يوم تزداد أعدادهم. هذه مشكلة مشكلة الحكومة الفيدرالية، ولا يستطيع شخص حلها يعني بمفرده. أما إذا شاء الله سبحانه وتعالى وفزنا، نحاول أن نخفف الأعباء عن أهلنا وناسنا، وإذا جاءت حصة نعطيهم حصتهم كما يعني احنا نريد حصة مخمور والقراش والقوير كما هي يعني بدون نقصان. أما المشكلة فهي معضلة تعم جميع العراقيين، مسألة الخريجين والبطالة. التعايش بيناتكم بأهل هاي المنطقة شلون؟ احنا منطقة مخمور والقراش والقوير وديبقة نحن متعايشين منذ مئات السنين، بيناتنا شراكة، احنا واخوتنا الكرد، بيناتنا مصاهرة، بيناتنا واجبات، حتى الواجبات العشائرية الدينية، يعني مشاركين بكل شيء، ونحن منسجمون والحمد لله. نحن يد واحدة وأخوة وأهل وأصدقاء وأحباب، ولا يفرقنا أشخاص يأتون من الخارج يعملون ترند ليكسبون بعض الأصوات ويذهبون، فنحن الحكومات تذهب ونحن باقون، وإن شاء الله احنا أخوة متحابين. إن شاء الله. شيخ خلف، بمنطقتكم يعني كان واحد كردي يلبس دشداش وعقال، مثلا واحد عربي يلبس شروال كردي عادي، يعني ما تعرف هذا عربي هذا كردي تمام هذا؟ تمام. هناك أشخاص يدخلون ويلعبون على الوتر الطائفي القومي المذهبي لمكاسب سياسية، أما فنحن أخوة وأحباب، نلبس كردي نلبس عربي، فهذا يعني شأن خاص بي. نحن أخوة، احنا والكرد أخوة صراحة، ولا بيناتنا أي فرق بيناتنا، يعني متحابين، شراكة، تصاهر، منسجمين الحمد لله. وهاي الديمقراطية الحقيقية، هو هذا التعايش السلمي هذا بيناتنا. استاذ، احنا قدوتنا كاك مسعود صراحة. كاك مسعود عندما التقينا به قال أريد منكم عند أن يصبح منكم نائب يصبح نائبا لجميع العراقيين من زاخو إلى البصرة، يكون يدافع عن جميع حقوق المواطنين العراقيين بدون استثناء، بدون تفرقة بين عربي أو كردي، بدون تفرقة مذهبية شيعي سني يزيدي، ما يقبل بهالشيء هذا. فنحن متحابون متعايشون، وهذه جغرافيتنا احنا الحمد لله، ونتشرف أن منتسبين إلى كردستان. حزب الديمقراطي الكردستاني يقول في هذه الانتخابات سوف نأخذ أو نحصل على 1,000,000 صوت، شنو رأيك؟ نتمنى أن نعبر 1,000,000، فسيادة الرئيس عندما قال 1,000,000 أتوقع أن شاء الله يرفع السقف إلى أعلى من 1,000,000، لأننا نستحق، وحزبنا حزب عريق، تاريخ، حضارة. التعايش السلمي تجده في الحزب الديمقراطي الكردستاني. قبل الحلقة السابقة ضيفة عزيزة أشكرك. كان موجودة وقالت أنا إذا رشحوني راح أتكلم عن رواتب نائبين. هاي الرواتب، يقول الراتب عالي، يعني مو شرط النائب يكون راتبه هالقد عالي، واذا الراتب ما يكون هالقد عالي، مو بس السياسيين اللي الوطنيين راح يجون يرشحون نفسهم. شنو رأيك؟ أتوقع الأكثرية، لا نقول الجميع، هناك ناس سياسيين وطنيين مخلصين يحبون أوطانهم، ولكن هناك أكثرية جاءت من أجل المنصب والمخصصات. وجهة نظرك، تطبيق قوانين الدستور العراقي هل قد صعب انه ما نقدر؟ يعني مثلا ليش بكركوك بمناطق الكردستانية المتنازع عليها
المواطنين الأصليين بهاي المناطق يعيشون ويرجعون أهل منطقتهم، وبعدين نقدر نعيش هاي التعايش السلمي اللي بدنا نعيشه بكردستان بهاي المناطق. شنو رأيك؟ هو الإنسان دائما يحن إلى موطنه الأم، فالمكان الذي ولد فيه له ميزة خاصة عند الإنسان، ومن حق الإنسان أن يعيش أين يشاء، وخاصة إذا كانت مكان ومنطقتهم فلا مانع أن يعود إليها، وهذا من حقهم، حق المواطنة، حق الشراكة، حق ابن بلد، وابن البلد له الحرية أن يعيش أين يشاء بدون مضايقات. ولكن هناك سياسات تعسفية تجعل أو تحاول زج السم بالماء أو دس السم في الماء لتعكير الأجواء بين مكونات الشعب العراقي. زين، برأيك هاي ما أقدر ما أعرف شو أسوي، شو أسميه، يعني هذا مشكلة الرواتب بإقليم كردستان اللي كل مرة يسيسوه إذا يريدون يضغطون على حكومة إقليم كردستان وشعب إقليم كردستان رأسا يجيبون مشكلة الرواتب. هاي شو وقت تنحل؟ ليش يسيسوا الرواتب ورزق الملايين من مواطنين إقليم كردستان؟ سياسة التجويع مرفوضة قلبا وقالبا. سياسة التجويع هذه سياسة تعسفية ظالمة، وأنا أراها هي ورقة الزقط على حكومة الإقليم، وهذا مخالف للدستور العراقي، ومن يخالف الدستور العراقي لا يستحق أن يعتلي منصبا في الحكومة العراقية الفيدرالية. يعني هم يقولون كردستان ما يسلم النفط، ما يعني خرق القانون هو حكومة إقليم كردستان على طول. يعني ليش ما يقولون ولو مرة أنه المشكلة من عندنا؟ يعني ليش؟ أستاذ العزيز، أنت إذا حتى الأحزاب اللي مو حاكمة ببغداد. تمام. أنت إذا عندك مشكلة ويا الحكومة، عاقب الحكومة، ليش تعاقب المواطن الفقير؟ أنت مشكلتك ويا الحكومة، عاقب الحكومة. هذا رزق المواطن الفقير، عايش يقتات على الراتب، ينتظر راتب، عنده إيجار، عنده مصرف، عنده دين، عنده احتياجاته اليومية الشخصية، فهذه مرفوضة قلبا وقالبا، وهي مخالفة للدستور. وعليه نرفض نحن سياسة التجويع ورقة ضغط سيئة الصيت، هذه قطع الرواتب عن الإقليم. كجملة أخيرة، شعبك وناسك شو تقول لهم؟ أهلي وناسي في محافظة نينوى عامة، وخاصة في قضاء مخمور وناحية القراش وناحية القوير وناحية ديبوغا، أدعوكم للتصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائمة الشراكة والتوافق والتوازن، قائمة فخامة الرئيس مسعود برزاني. صوتوا لي مرشحكم ابنكم وأخوكم وصديق الجميع أبو زياد، تسلسل 26. دمتم في حفظ الله ورعايته. شكرا جزيلا لك، تشرفنا بلقائك استاذ، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اللهم امين. شكرا جزيلا. سيداتي وسادتي، شكرا جزيلا لكم ايضا لبقائكم معنا الى حلقة جديدة. استودعكم الله والى اللقاء.